سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وصحتكم لاباس. مرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله رجعت لكم بوصفه جديده اللي هي هاد الحلوى تجي بزاف بنينه وطريه من الداخل. نقولوا بسم الله ونبداو في المقادير وطريقه التحضير. عندي شوكولا، عندي 105 غرامات شوكولا نوار. بالنسبه للشوكولا نستعمل نوعيه تكون بنينه باه الحلوى نتاعي تجي بنينه. نحط 105 غرامات شوكولا نوار، نزيد نضيف عليها 115 غرام زبدة مارغرين، ونحط هاد المارغرين مع الشوكولا نحطهم فوق حمام مائي يذوبوا حتى ينسجموا مع بعض. بعد ما ذوبت الشوكولا مع المارغرين، شوفوا القوام راح نتحصل عليه. لهنا راح نخليها حتى تاخد لي حرارة الغرفة حتى تبرد. نجيب وعاء خلاف ونبدا نحط فيه المكونات اللي بقات. بالنسبه للمكونات اللي بقات عندي 2 حبات بيض يكونوا بدرجه حراره المطبخ. عندي ايضا السكر البني، عندي 115 غرام سكر بني. نجيب الضراب الكهربائي، نبدا نخفق في البيض، من بعد نبدا نضيف السكر البني بالتدريج على 3 دفعات. نبدا نضيف السكر غير بالتدريج كما راكم تلاحظوا. نضيفه على 3 دفعات ونخفق. نخفق البيض نتاعي مع السكر والمليح حتى يتضاعف الخليط نتاعي ويتغير اللون. نكمل باقي الكمية ونكمل نخفق. بعد ما خفقت البيض نتاعي وتضاعف الحجم نتاعو كما راكم تلاحظوا، نجيب الشوكولا والزبدة اللي كنت ذوبتهم ونضيفهم للخليط، نضيفهم للسكر والبيض اللي كنت خفقتهم. نضيف كامل الكمية ونستمر في الخفق. بعد ما خفقت المكونات نتاعي مليح نروح للمكونات الجافة. بالنسبة للمكونات الجافة عندي 120 غرام كاوكاو محمص ومرحي بقشورو، كنت حمصته مليح ورحيته بقشورو. نضيف كمية الكاوكاو 120 غرام كاوكاو. نزيد نضيف فاني، كنت نسيت ما حطيتهاش مع الاول، نضيفها الان ملعقة صغيرة فاني ونكمل نخلط. بالنسبة لهنا للفارينة عندي كمية صغيرة من الفارينة، عندي 35 غرام فارينة، وهاد الحلوى ما فيهاش الخميرة. نضيف 35 غرام من الفارينة ونكمل نخلطها مع باقي المكونات. نكمل نخفق بالضراب. وفي الاخير بعد ما تحصلت على هذا الخليط، بالنسبه لهذا الخليط راح نغطيه وراح نخليه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. من بعد راح نحطه في كيس حلواني ونحطه في الليمون. بعد ما خليت الخليط نتاعي في الثلاجة 30 دقيقة، شوفوا القوام نتاعو كيفاه راح يكون. القوام نتاعو راح يحكم روحه وراح يثقل. نجيب كيس حلواني ونفرغ فيه الخليط.
نجيب ايضا ليمون اللي راح نفرغ فيه الخليط، ونبدأ نحط الخليط نتاعي في الليمون. اكيد لهنا المول قادرين انكم تستبدلوا اي مول عندكم، مول خلاف يكون سامبل. ونبدأ نفرغ الخليط في الليمون بهذا الشكل. ما نعمرش ليمون مليح لانه الحلوى تاعي راح تتنفخ. في هذا الوقت كنت شعلت الفرن تاعي وخليته اسخن مليح. بعد ما نكمل ندخل المول نتاعي للفرن لمدة 15 دقيقة، يطيبوا لمدة 15 دقيقة. بالنسبة للطهي قبل ما نخرجهم من الفرن نتأكد انه الحلوى نتاعي طيبة مليح، ندخل السكين ولا عود ونتأكد انها طيبة. بعد ما نخرجهم نخليهم يبردوا مليح، نخليهم على الاقل ساعة الى ساعتين يبردوا مليح. من بعد راح نحيهم من الليمون، راح يتنحاولي بكل سهولة كما راكم تلاحظوا. نحي الحلوى تاعي من الليمون غير بشوي لانها بزاف هاد الحلوى تجي طرية. بعد ما نحيت كامل الحلوى نتاعي نروح نقلاصي الحلوى، نقلاصيها بالشوكولا. بالنسبة للشوكولا استعملت الوجدان. نحط الشوكولا تاعي في وعاء ونضيف لها الزيت، نضيف لها حوالي ملعقة كبيرة من الزيت ونحطها تذوب على حمام مائي. بعد ما ذابت الشوكولا كما راكم تلاحظوا نضيف لها كمية من اللوز. اكيد لهن اختياري، قادرين انكم تضيفوا كاوكاو. نضيف كمية من اللوز ونخلط مليح. بعد ما ضفت اللوز لهنا نجيب الحلوى نتاعي ونبدا نقلاصي فيها بطريقة بزاف سهلة. نصب فقط الشوكولا على كامل الحلوى. بعد ما نقلاصي الحبة كنت وجدت بلاطو وحطيت عليه ورق الطهي. ونكمل نقلاصي كامل الحبات بنفس الطريقة حتى نكمل كامل الكمية اللي عندي. بعد ما قلصيت كامل الحلوى نتاعي لهنا نجيب هذا البابيون مخدومة بعجينة السكر ونزين بها الحلوى قبل ما تنشف. نحط هذا البابيون من الفوق. اكيد التزيين راح يبقى اختياري وراح يبقى حسب ذوقكم. بالنسبة لهاد الحلوى راح تجي بزاف هايلة خاصة الأعياد الميلاد، تليق بزاف الأعياد الميلاد وتزينوها كيما حبيتو نتوما. بعد ما نشفت الشوكولا نتاعي نحاول اني نحي هاد الزوائد المتبقية من الشوكولا بهذه الطريقة. وكلمسة أخيرة لهن جبت ناكخي فونت نزيد نضيف عليه الليكيد نتاعو، نضيف كمية من الليكيد نخلطه مليح ونحطه فوق البابيون. كيما راكم تلاحظوا راح يمد لمسة بزاف هايلة. وعلى الحواف الحبة نحط كمية قليلة من الورق الذهبي.
وبهذا كما راكم تلاحظوا جينا الى نهايه الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون الوصفه تاع نهار اليوم نالت اعجابكم. بهذا نقول لكم الى فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله وحفظه.